السلام عليكم، أخوكم فراس النهاري. شكرا على التضامن الواسع من إخواني وأهلي وسندي في اليمن وفي السعودية ودول الخليج والدول العربية. شكرا لكم جميعا لا خلا ولا عدم. شكرا للإخوة والأشقاء الأتراك الذين تفاعلوا مع الحادثة وأبدوا تضامنهم الكامل معنا. أود أن أعتذر عن تأخري في التوضيح وعدم الاستطاعة على الرد على الكثير من الاتصالات والرسائل نتيجة الإرهاق والتعب والمتابعات مع القضية. في البداية أود أن أشكر السفارة اليمنية والجالية واتحاد الطلاب على تحركهم السريع، وكذلك شكرا للجهات التركية التي تفاعلت مع الحادثة، ولكن نريد ترجمة التعاطف إلى واقع ملموس من خلال إلقاء القبض على المعتدين وتطبيق العدالة، كوني لازلت أنا وأهلي في خطر والجناه طلقاء ولم يدخلوا إلى السجن حسب ما يشاع في بعض الأخبار والصحف. من هنا أطالب وأناشد الرئيس